بعدما اكتست اليتيمة اللون الأسود الذي ينبثق من كثرة الانفجارات، والأحمر الذي ينزف من الأجساد بعد اكتساح اللون الأخضر لها من على حبل المشنقة. لكم يا عرب خطاب القرن. لا أعلم إن كنتم مكتوفي الأيدي أم العقول، لكن إخوتكم في الدين يناجون. أيا عرب أنسيتم أننا بلاد المقدس؟ أيا مسلمون أنسيتم أننا جيل اشتاق نبينا لرؤيانا؟ أيا عرب لو يعلم عمر بن الخطاب أن فلسطين تغتصب أمام أعينكم لبكى حتى تبيض عيناه لا أن تبتل لحيته. مناجاتي ليست خوفا، وإنما عزة نفس على الإسلام وبلاده، وليست شكوى، لأن الشكوى لغير الله مذلة. يا الله لن أشكو ضر الجهاد في سبيلك، بل سأشكو لك ضعف الإيمان في زمن أصبح فيه القلة من ينصتون الحق ويحسون الباطل، والكثرة من ينظرون إلى أجساد تعاني ندرة الأكفان. أيا الله أنت من تستطيع إحياء الموتى، فلا رغبة لي في أن تحيي لا أمي لا أبي لا أصدقاء ولا أقرباء، بل احيي ضمائرا وقلوبا جفت على الأخوة. المهم من على حبل المشنقة دقائق معدودات وتلتحق روحي بروح أمي وأخي اللذان ودعتهما قبل أيام في المستشفى، لكن كان علي توديع المستشفى أيضا، وبقي في رأس ذلك الحلم أن فلسطين حرة، بل هو حلم وسيتحقق، إما الحرية أو إلى الرفيق الأعلى.